ما راح أبدأ بأضرار التدخين اللي كل حافظها، ولا راح أقول إن السيجارة تقتل أو إنها تضرب صحتك وجيبك، لأن المشكلة يوم صارت أكبر. المشكلة إن التدخين صار شيء طبيعي، شيء مألوف، شيء نعيشه يوميا وكأنه ما فيه أي خطأ. تتذكر لما كنا صغار لو شمينا ريحة دخان كنا نغطي أنوفنا ونبعد، كنا نستحي نقول إن دخلنا مكان فيه سجاير. الولد يدخن قدام أبوه، والأب يدخن قدام عياله، والبنت تنفخ دخان فيب في السوق، على الشارع، في المول، وكأنها تشرب موية. المشكلة أن المجتمع بدأ يتقبل الخطأ والضرر، يقدم للجيل القادم قدوة كلها دخان. تخيل ولد عمره 15 سنة يشوف أن السيجارة رمز رجولة، وأن الفيب للبنات شيء كول وستايل. المدرسة ما تمنع، البيت ما يمنع، والأصدقاء يا أنك تدخن يا أنك برا اللعبة. تخيل مستقبل نمدح فيه شخص ونقول ترى فلان محترم، صحيح مدخن بس على الأقل ما يسرق ولا يغش. وصلنا مرحلة صار الدخان هو أهون الشرور. نسيوا أنه حرام، نسيوا أنه مؤذي، نسيوا أن بداية طريق الضياع ممكن تبدأ بنفخة. الشيء اللي يخوف أن عيالنا يربون على أن الدخان عادي، ما في رفض، ما في توعية، ما في خطوط حمراء، بس في دخان، كثير دخان. أرجوك فكر قبل لا تولعها، مو بس في صحتك، فكر في أخوك الصغير، بنتك، الناس اللي تشوفك. كل نفس تاخذه في رسالة، في تأثير، في قدوة. يا تكون صح يا تكون غلط. التدخين مو حرية، مو ستايل، ولا شيء رجولي ولا كيوت. التدخين بداية، والنهاية ما راح تكون حلوة.